اهلا بيكم في رايزنج فينيكس تيرون. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الحوت. Sun Moon Rising Timeless Reading. اتمنى طاقتكم توصل لي القراءة تنطبق على اكبر عدد منكم. القراءة بتسري على الرجال والنساء وبتنطبق قراءة عكسية. خدوا من القراءة اللي بينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الحوت، في حد حاسس بالضياع من غيركم، في حد حاسس بالفشل، في حد حس ان خسر حاجة قيمة او ضيع من ايده حاجة صعب يلاقيها تاني او يعوضها. الشخص ده مش بيبطل تفكير فيكم، بس الشخص ده سبب لكم اذى كبير، ويمكن انتوا قررتوا تبعدوا عنه او تقطعوا العلاقة او ما يكونش ليكم اي علاقة تانية بالشخص ده، او حتى يمكن في بلوك. يمكن حتى غيرتوا ارقام تليفوناتكم، غيرتوا كل حاجة كان ممكن الشخص ده بيها يوصل لكم، او ما بقيتوش حتى اطلاقا مهتمين بالشخص ده او بتسألوا عنه. الشخص ده في وقت من الأوقات كنتوا بتعملوا المستحيل عشانه، بس ما كانش هو بيقدر. الشخص ده تعبكم نفسيا وفكريا يفوق قوة احتمال البشر أو الشخص أو الإنسان. قدمتوله كتير خير، قدمتوله حب، قدمتوله تضحية، قدمتوله تواصل، قدمتوله اهتمام، ويمكن قدمتوله مساعدات بشتى الطرق، بس ما كانش بالنسبة للشخص ده، أو ما كانش شاعر إن هي enough أو كافية. هو دلوقتي ضايع من غيركم، مش عارف يعمل ايه من غيركم، ما بقاش من غيركم لحياته طعم. هو خسر السعادة لما غبتم عنه. حاولتوا كتير ان انتوا تفرضوا توازن او تحتملوا العلاقة دي او تصبروا على الشخص ده او تستخدموا معاه العقل او السياسة، بس كان كله بدون جدوى. دلوقتي الشخص ده عايز يقول لكم مفيش حد غيركم في قلبي، بس انتوا بالنسبة له بقيتوا كأني زي حاجة اللي هو صعب، مستحيل ان يقدر يحصل عليها تاني. هو تعبكم ووصلكم لمرحلة ان يمكن انتوا كرهتوا نفسكم او بقيتوا شخص انتوا ما بقيتوش، يعني الشخص اللي انتوا تعرفوه عن ذاتكم في الماضي قبل معرفة الشخص ده. أفقدكم حاجات كتير، أفقدكم يمكن براءتكم، حبكم، مشاعركم، طاقتكم، تمسككم بأهدافكم، برغباتكم، أفقدكم الثقة بالنفس، أفقدكم صحتكم، أفقدكم كتير قوي. تعبكم حولكم لشخص انتوا ما كنتوش تتمنوا في يوم من الأيام ان انتوا الشخص ده بالنسبة لكم يكون يعني غريب للدرجة دي. بس انتوا عايزين تقولوا انا ما شفتش منك خير، وانا ما شفتش منك حب، انت اخدت بس لكن ما اديتنيش، وان كنت اديتني فانت اديتني تعب، ألم، كسر قلب، اهتزاز ثقة في النفس، ما خدتش منك حاجة ايجابية. بدليل اني انا لما بعدت عنك بقيت حاسس ان في حاجات كتير انت خسرتها، او انت ما بقيتش عايش بنفس السعادة اللي كنت بتحصل عليها وانت معايا. لكن انا ما شعرتش في غيابك غير اني يا ريتني كنت خسرتك من زمان، او بعدت عنك من زمان، او ما كنتش عرفتك اصلا. كان دايما بيجيلكوا اشارات او علامات او انذارات اللي هو الشخص ده يعني is no good for you، او مش ليكم، او مش من نصيبكم، او في حاجات التفتوا ليها بدل ما تتأذوا اكتر من كده، بس كنتوا بتتجاهلوها علشان حبكم للشخص ده. كنتوا بتحاولوا بشتى الطرق توازنوا الامور، تشتغلوا على العلاقة، بس كنتوا دايما انتوا اللي بتحاولوا، كنتوا بتعملوا your part and his part. كنتوا بتقدموا الجزء الخاص بين يعني منكم انتوا في العلاقة، وكمان الجزء اللي هو مفروض يقدمه في العلاقة. كنتوا زي ما يكون بتقوموا بشغل شخصين في العلاقة، وهو قاعد محلك سر. كل اللي بيعمله ان كل مهما عملته او قدمته او ضحيته او اهتميته ما كانش كافي.
حتى الشخص ده هو بيشتغل بيفكر فيكم. انتوا كسرتوا الشخص ده زي ما في وجوده كسركم، غيابكم كسره. تعبان، هو تعبان من غيركم. الشخص ده جرحكم كتير وطعن، يعني زي ما يكون يعني سيوف في ظهركم اكتر من قوة احتمالكم. يمكن كان طول الوقت بيفرض عليكم ضغط، او كان بيخليكم عندكم صداع، او ما كنتوش مبسوطين معاه، ما كنتوش مبسوطين، كنتوا فاقدين نفسكم في العلاقة، ما كنتوش عارفين مين الشخص ده، اللي هو زي ما يكون انتوا مش you don't recognize yourself. الشخص اللي انتوا شايفينه اللي هو بيمثلكم في العلاقة، انتوا حاسين اني مش دي طبيعتي، مش دي انا، مش دي انا. بس هو اجبركم ان انتوا تاخدوا قرار بدون رجعة. الكوين اوف سوردز وانس ان هي اخدت قرار بدون رجعة. زي ما يكون انت ليه اجبرتني كده، ليه وصلت الامر للطريقة دي، ما كان حتى ممكن نبعد، او يعني الامور تبقى بشكل سلمي اكثر، بدل ما يكون فيها عدوانية، او يكون فيها مشاعر سلبية، او يكون فيها انين في القلب. ليه الامر كده؟ ليه بتوصل الامر للطريقة دي؟ ما كانت الامور ممكن تمشي بشكل سلمي اكتر من كده بكتير، والنهايات اخلاق. ليه كان لازم حتى في النهاية تتعبني؟ ليه كان لازم في كل حاجة ترهقني؟ سلبتني نفسي وثقتي في نفسي وطاقتي وفكري وقلبي وصحتي ومشاعري. انت ما عملتش حاجة في حياتك معايا غير انك سلبتني، يعني سلبت مني كل حاجة حلوة. قدمت لك كتير، انت قدمت لي ايه؟ يمكن عملت كل حاجة واي حاجة علشان اقدر بس اني اسعدك، او اقدر اني انا اثبت لك مدى حبي، او احافظ عليك، او اخليك تهتم بيا، او اخليك تفوق من الغيبوبة اللي انت فيها. انت قدمت لي ايه؟ انت ما شفتش مني غير كل حب وكل تضحية، لكن انا ما خدتش منك غير كلام ووعود فارغة ما تقدرش تنفذها، وعمرك ما تمسكت بيها او حققت وعد صدر منك. انت خذلتني وطفتني. انتوا تعبتوا، يعني حد التعب مع الشخص ده اللي هو التعافي منه مش سهلة، او عشان تستعيدوا نفسكم او طاقتكم او ذاتكم من جديد مش سهلة. بس انتوا في حد فيكم عنده روح المعافرة، اللي هو مهما كان الامر صعب عندكم determination ان انتوا لازم تتعافوا مهما كان، او مهما كلفكم الامر. دايما كل حاجة زي ما يكون مفروضة عليكم بالكامل ان انتوا تعملوها. يمكن عمركم ما كان في حد علشان يحاول ان يعوضكم، يسعدكم، يكون جنبكم. كنتوا انتوا كل حاجة للشخص ده، وهو ما كانش ولا حاجة ليكم. يعني هو كان انتوا بتمثلوا له، يعني الاهل، الاصدقاء، الحب، لكن هو لم يمثل لكم اي شيء غير الا وجع القلب. زي ما يكون انتوا دخلتوا العلاقة دي بكامل اناقتكم، وخرجتم وانتم وردة منزوعة، زي ما يكون البيتلز بتاعتها. الوردة بتكون formed of petals، انتوا منزوعين البيتلز. وردة ميتة دبلانة، اخدكم وردة مفتحة ورماكم دبلانة. دلوقتي الشخص ده هيموت وعايزكم تاني في حياته، بيقول يعني تعالي شوفي مكانتك في قلبي او معزتك عندي. بس انتوا ما بقيتوش بتشوفوا الشخص ده غير انه كأنه شيطان.
حاجة ما بتعملش حاجة غير ان هي بتهدم، ما بتبنيش، بتكسر، ما بتصلحش. انتوا زدتوا جمال في عين الشخص ده لما رفضتوه، ولما كنتوا في حياته ما كانش شايفكم، كان شايفكم كأنكم عاديين، يمكن شايفكم حتى بصورة مش جميلة، لكن هو عارف قيمتكم. لما حس ان انتم ضعتوا من ايده بقى شايفكم على حقيقتكم، بقى شايف قيمتكم الحقيقية اللي هو انتوا فين وهو فين. ان هو فعلا انتوا بالنسبة له زي ما يكون نجمة في السماء صعب يحصل عليها. فهو كان في يوم من الايام حصل عليكم، ما كانش يعني مديكم او موليكم الاهتمام اللي انتوا تستحقوه او الحب اللي انتوا تمنيتوه. فانتوا ما بقيتوش بتصدقوه، ما بقيتوش بتصدقوا اي حاجة بشأنه. انتوا زي ما يكون يعني هو عايز يتهمكم ان انتوا السبب، انتم اللي علقتوني بيكم، انتم اللي خليتوني احبكم، انتوا اللي دمرتوا قلبي، انتوا اللي كسرتوني. هو عايز زي ما يكون يستعيدكم بطريقة يمكن اللي هو يلقي عليكم اخطائه، او كأن المشكلة منكم او اللوم عليكم او انتوا المذنبين في الامر. انا لا، هو عايز يعمل معكم كده. بس انتم دلوقتي بتقولوا حتى مستحيل، انا رجعت لمكانتي في السما كنجمة. خليك عايش بقى في مكانك، بس انا مش هكون ضحية معاك مرتين. انا كنت ضحية قبل كده، وكنت عارفة اني ضحية، وحاولت اني انا قدر الامكان اغير او اصلح فيك. بس انت معدنك مش من النوع اللي بيتصلح فيه، انت بتحب انك تعيش في فساد، في كوربشن. زي ما يكون اني مش معدنك اللي يتعاد تشكيله او يتصلح. انت مغيب، انت بس ما بتفكرش غير في نفسك، غير في اهدافك، غير في طموحك، غير في انت عايز ايه، لكن عمرك ما فكرت الطرف اللي قدامك بيحس بايه، نفسه في ايه، عايز ايه. ما بتعرفش غير انك تاخد، لكن انك تدي دي مش في قاموسك. الألاعيب والحوارات بتاعتك ما بقتش بتدخل عليا، دي تعملها مع حد تاني، لكن انا لا. انا خلاص يعني الباب بيني وبينك ما بقاش اصلا في باب، انا سديته. فما تلقيش الذنب عليا او اللوم عليا وانت عارف ان الغلط راكبك، يعني كلك على بعض. هو عايز يقول اني زي ما يكون بعضكم قضى عليا، او من بعديكم انا يعني فقدت الراحة، فقدت الطمأنينة. بس هو تعبان من غيركم، هو جدا تعبان من غيركم، ما بقاش مبسوط. في حاجة جواه طول الوقت بتبكي على خسارتكم، في حاجة جواه بتصرخ ان انتوا ما بقيتوش موجودين جنبهم. زي ما يكون عايز يقول انتي قضيتي عليا، انتي هدمتيني، انتي كسرتيني. هو في الاساس هو السبب، البادي اظلم. انت السبب، انت اللي وصلتني او وصلت العلاقة ان هي تاخد يعني المنعطف دوا او ان تنتهي بالشكل دوا. انت اللي اجبرتني على كده، انت السبب. عيد تصرفاتك، عيد تعاملك معايا. ما تبصش للامر حتى وانت بتعيد التفكير او انت حاسس انك مظلوم، واصلا انا اللي مظلومة، انا اللي ياما حاولت، انا اللي ياما صبرت، انا اللي ياما ضحيت. انت ما قدمتش، ما قدمتش، انت اخدت بس. والعلاقة اللي بتكون يعني مبنية على طرف واحد لازم تنتهي، ان هي تنتهي، لازم تنتهي. لان بيوصل وقت معين خلاص الطرف اللي عمال يدي ده ما بيكونش عنده حاجة يديها، هو اصلا بيكون مات داخليا، بيكون تعب، بيكون استنزف، بيكون فقد كل قطرة دم جواه. فلازم تنتهي. وانتهت عن طريق انك يعني انت اللي قضيت عليا، انت اللي سلبت روحي او
شخصيتي او حياتي او طموحي، انت سلبتني كل شيء. بس انت دلوقتي بتدفع الثمن. نفسك في بداية جديدة، هتموت على بداية جديدة. بتقول يا ريتني اتغيرت من زمان، او شفت الامور على حقيقتها من زمان، او ما كنتش اتعاملت بالطريقة دي معاكي. بس انت فقت متأخر جدا، متأخر جدا. مفيش حاجة بتتكسر وبترجع لطبيعتها تاني، ولو رجعت ما بتاخدش نفس الشكل. بس في حد عايز يقول قراركم بالبعد او بان انتوا تعملوا لي بلوك او تخرجوني من حياتكم قضى عليا كليا. كلمة قضى عليا حتى بالطاقة اللي انا حاسة بيها، يعني الشخص ده حاسس اني ملوش مستقبل. حاسس ان زي ما يكون قلبه اتنزع منه، زي ما يكون كل حاجة الشخص ده خلاكم تمروا بيها هو دلوقتي بيمر بيها. زي ما يكون الشخص ده بيتساءل هل انتوا بيجي وقت عليكم تفكروا فيه او لا. انتوا خلاص يعني العند دخل في العلاقة دي، بس هو حاسس ان ما يقدرش يعيش من غيركم. في حد زي ما يكون يعني getting karma، او زي ما يكون حقكم بيترد ليكم. يمكن حقكم اللي كان مهدور او ما كانش معروف قيمتكم، او كنتم حاسين كأنكم مهزومين، في حد حقه بيرجع. الشخص ده عايز يقول لكم you deserve love, you are lovable. مين انا علشان ما احبكمش؟ ازاي انا معرفتش قيمتكم لما كنتوا موجودين في حياتي؟ ازاي انا ما قدرتش النعمة لما كنت انا حاصل عليها وكانت في ايدي؟ ازاي انا ما ادركتش المشاعر اللي كنت بحملها ليكم وهربت منها او اتصرفت عكسها تماما؟ الشخص ده عارف ان عمره ما هيشعر بالراحة او بالطريقة اللي كان بيشعر بيها معاكم تاني، لان انتم حاجة نادرة مستحيل تتكرر، one of a kind. كان بيحس كأنكم بتعتنوا بيه او بتهتموا بيه اهتمام هو عمره ما حد اهتم بيه في حياته بالطريقة دي، او عمر ما حد قدر يحبه بالطريقة اللي انتوا بيها اظهرتوا للشخص ده الحب. الشخص ده معاكم كل ما هو صادق، ودلوقتي ما بقاش بيشوف غير كل ما هو منافق او غير حقيقي. هيموت ويرجعكم، هيموت ويرجعكم. الشخص ده على فكرة بيراقبكم، ويمكن بيراقبكم من فيك اكاونتس او بطرق انتم يعني مش ممكن حتى تتخيلوها. والبعض منكم يمكن خلاص دخلتوا نيو ريليشن شيب او علاقة جديدة، او خلاص بقيتوا الشخص ده يمكن شايفكم مبسوطين في حياتكم، او ما بقيتوش بتدوروا عليه، او بقى هو فعلا منسي. الشخص ده حاسس ان هو زي ما يكون يعني ما عملكمش بالقدر اللي انتوا تستحقوه، وانتوا من النوع اللي هو صعب تقبلوا ان حد يعملكم بأقل مما تستحقوا. ممكن تحاولوا مرة واتنين وعشرة، بس بيجي وقت اللي هو أنا لازم أحصل على الحب. ما ينفعش أكون طول الوقت بدي مش باخد. بس هو بيحبكم، بيحبكم وندمان إن هو ضيعكم من إيده. الشخص ده كان طول الوقت يمكن عايز يتحكم فيكم، يتحكم في حياتكم، يتحكم في علاقتكم، في حين ان انتوا كان التحكم ده بتحسوا كأنه بيخنقكم اكتر واكتر واكتر. بس ما كانش بيعاملكم بحب ولا كان بيظهر لكم الحب. الشخص ده دلوقتي عارف ان من غيركم مفيش حب، من غيركم مفيش سعادة.
الشخص ده دلوقتي بيفكر فيكم ويقول انا خسرت ماي سول ميت او توأم روحي، انا خسرت الحب الحقيقي في حياتي، خسرت الحب اللي كان ممكن يعيش ويزدهر ويعني يستمر طول العمر. ففي حد منكم دلوقتي getting karma، زي ما يكون حقكم بيترد ليكم او بيظهر. في حد بيمر بكل حاجة خلاكم تمروا بيها، بس دلوقتي خلاص انتوا ما بقيتوش محتاجينه، ما بقيتوش بتدوروا عليه، بقى هو اللي بيدور عليكم. في حاجات كتير أثرت على العلاقة دي، ممكن تكون أطراف، ممكن يكون عائلة، ممكن يكون ناس، ممكن تكون صفات شخصية، ممكن يكون تحكم، ممكن يكون اختلافات. بس هو كان كل حاجة بيعملها هو ان هو بيفرض او بيضغط عليكم كل مدى اكتر واكتر واكتر لغاية ما خنقكم، خنق العلاقة، وبخنقة العلاقة خنقكم. اللي انا شايفاه حاليا في الكروت ان انتوا مستحيل ترجعوا للشخص ده، لان انتوا مش فاكرين له حاجة حلوة، مش فاكرين له اطلاقا حاجة حلوة. مش قلتلكم دلوقتي الشخص ده شايفكم كأنكم خلاص نجمة في السماء، هو فين وانتوا فين، شايفكم بالطريقة اللي كان عليها المفروض يشوفكم طول ما انتوا كنتوا معاه. أشعر بالذنب الشديد للطريقة اللي عملتك بها، أنا حقا آسف رجاء سامحيني. هو عارف إني غلط في حقكم، عارف إني غلط معاكم، عارف إني أذاكم نفسيا صحيا معنويا فكريا طاقيا، أذاكم قلبا وقالبا، أنا آسف. أشعر بالذنب الشديد. هو دفنكم حيين. دلوقتي الشخص ده بيقول أنت جذابة للغاية، يعني you're very attractive، وهذا يقودني إلى الجنون. الشخص ده عايز يقول انا فيا نار او لهيب اشتياق جوايا بايد اكتر واكتر، ومش قادر اقاوم اكتر من كده. شوفوا مرتين الشخص ده بيقول لكم اشعر بالذنب للطريقة اللي عملتك بها، انا اسف سامحيني، وهنا اشعر بالذنب الشديد للطريقة اللي عملتك بها، انا حقا اسف رجاء سامحيني. الشخص ده دمركم، وهو دلوقتي يشعر بالندم اللي ما يعبرش عنه كلام. دلوقتي هو عارف قيمتكم، بقى بيصرخ من شدة الوجع أو الفراق، بقى بيصرخ جواه، بيصرخ قلبه، بيصرخ عقله، بيصرخ قلبه. كان دايما قلتلكم بتقدموا كل حاجة، لكن كان دايما بالنسبة للشخص ده not enough أو مش كافي، كان دايما بيحسسكم أنا مش راضي عنك، في حاجة غلط، في حاجة ناقصة. الشخص ده عايز يقول انتوا حبتوني صح، بس أنا معرفتش أحبكم صح. الشخص ده هيموت ويتواصل معاكم، بس بيقاوم لاني عارف ان انتوا خلاص رفضتوه، او ما مش مستحيل ترجعوا له تاني، مش على استعداد ان انتوا تعيدوا الكرة مرتين او تكونوا ضحية مرتين. ابعد نفسي عن التواصل معك، انا هموت واتواصل، بس انا بحاول اقاوم وابعد. انت جنتي على الارض، انت كل حاجة حلوة بالنسبة للشخص ده، انت زي ما يكون الفوربيدن فروت، انت الحاجة اللي مستحيل يحصل عليها او يلاقيها مرتين، انت الحب اللي صعب يتكرر مرتين في الحياة. الأبراج اللي موجودة معانا: برج ثور، جدي، عذراء، برج أسد، قوس، حمل، دلو، جوزاء، ميزان، برج القوس، وبرج العقرب. وأشوفكم في قراءة جديدة. باي باي.